watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. هاي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من The Traveler معي أنا زياد. خلونا نتعرف على ضيفنا بالأول من بعد نستكشف المدينة اللي اختارها. قد ما حبينا بالآخر رح ينسونا، وقد ما وفينا يسيروا كلهم خانونا. أنا وإنت يا قلبي ما إلنا إلا بعض، لو إلا الله من جرح بيلومونا. هاي مشاهدينا، نحن رجعنا معكم بحلقة جديدة من The Traveler مع زياد، وضيفنا اليوم استقبلنا عنده باستوديو بدبي. ضيفنا جاي من عالم جمال إذا فينا نقول، لأنه بيصور المشاهير. بدنا نقول هاي لزوبيان سعد. كيفك؟ حبيب القلب، الحمد لله كله تمام. هلا فيك وهلا فيك بدبي. ثانك يو. زوبيان، انت نقلت ريسنتلي على دبي، يعني ما صار لك زمان عايش هون. يعني كنت تروح وتجي، بس صار لك زمان. قد ايه صار لك تجي على دبي من الاساس؟ انا صار لي سنه ونص انا هون مقيم بدبي، وقلت 8 سنين بتردد بروح وبيجي على دبي بالسنه 4 مرات 5 مرات حسب الكلاينتس الموجودين انا عندي هون. قد ايه هيك تأقلمت على العيشه هون؟ يعني دبي ما في حدا بيجي عليها وما بحبها، يعني من كتار من الناس اللي انا بصورهم هون يمكن بيجي بيكونوا زياره، بلاقي دغري طلعوا اقامه عملوا بيت وعشوائي عم بيعملوا عائله، لانه عن جد هي بلد كتير مريحه، بلد الامان، بلد الحضاره، بلد النظام الحلو. يعني يمكن انا واحد من هدول الناس يلي بيجي كل مره هيك زياره بقول بدي اعيش هون. انا كثير بروح وبجي، بس يعني ما كنت ولا مره مقيم لهالدرجه الفتره الطويله، بس كمان واحد من هدول الناس اللي بيجوا بقول لا بدي اعيش هون. انا كنت ضلني اتردد واقول انه انا ما بطلع من لبنان ولا لو اجى شوف، بس انه انا بموضوع على دبي من وقت ما زرت للبلد حسيت انه انا هذا البلد اللي بقدر اعيش فيه. يعني بلد مثل ما حكينا هلا في نظام حلو، والبلد بقلبه من الاردن، من المغرب، من لبنان، قطر، السعوديه، الاماراتيه، فهذا الشيء انت بيبسطك انه الناس كلها حواليك ببلد واحد، وهذا اهم شيء. حلو. اول شيء مبروك، الله يبارك فيك. وثاني شيء انت حدا بيشتغل كثير مع المشاهير، يعني انت اكثريه شغلك مع المشاهير. قد ايه بتحس انه لانه بتشتغل مع هيك هالقد مشاهير، قد ايه بتحس انه اعطاك هيدا الشيء سبب زياده لحتى تنقل على دبي، لانه اكثريه المشاهير صاروا عايشين بدبي؟ مزبوط، هذا الشيء يعني انا يمكن ما حسيته هلا، حسيت اكثر انه اعطاني شيء شغل المشاهير. يمكن وصلت انا شغلي، وصلت فني للعالم اكثر، وصل بطريقه اسرع، لانه كل يعني فنان عنده كثير فولورز عنده على الانستغرام، بس شو انت هالكميه مثلا بس فنان يعمل لك تاج عنده على الانستغرام، فعم توصل هيدي الصوره لكثير من العالم. وموضوع دبي موضوعي انه كثير من المشاهير هلا صاروا بدبي، حتى لو ما صاروا بدبي في بروجيات كثير عم تنعمل بالامارات، فعم بضلوا يترددوا بين لبنان وبين دبي. انا اجمالا يعني تقريبا بين لبنان وبين دبي على القصص اللي مهمه، البروجيات اللي كثير بكون بهمني امرها، بنزل بصورها برجع بطلع على الامارات. زوبيان، قد ايه مصور فنانين؟ يعني تقريبا هيك اعداد. يعني كثير بيسالوني ناس بيقولوا لي مين انت مصور؟ انه هذا السؤال صعب علي، بحسه كثير انه مين بدي اقول لك انا مصور، لانه ما بدك تنسى حدا، وما بحب اعددهم انا انه يمكن كيكون انا عم روج لحالي، انه ممكن فوت على الانستغرام تعرف انا مين مصور، بس كتار ما بينعدوا 15 سنه. هلا انا اذا هيك بدي اتذكر انا كم حدا هيك شايفهم عندك، مثلا بتذكر كثير منيح سيرين عبد النور. بتذكر نادين نسيب نجام. في عندك كثير، حتى عندك نجوى كرم، عندك شيرين عبد الوهاب. سمي لي انت هيك اللي بتتذكرهم يعني اكثر شيء. يعني عندك رحمه رياض سعيد العراق ولا سعيد لبنان؟ كلهم. عندك رحمه رياض، في عندك نوال الكويتيه، في عندك شيرين عبد الوهاب انت قلتها، عندك نادين الراسي، عندك يارا، عندك رامي عياش. كتار
يعني عندك حاتم العراقي، عندك علي صابر، عندك كثير من الناس صورتهم. هلا صراحة يعني مش مشاكل ولا شيء، بس الشغل مع الفنانين هين ولا صعب؟ ليك بالبداية بتكون صعبة، يعني مش هينة، لأنه كل إنسان عنده كاركتير. أنت عندك كاركتير، فلان الفلاني عنده كاركتير، كل واحد عنده زاوية بحب يطلع فيها بالكاميرا، بدك تعرف أنت الزاوية الحلوة فيه كيف بدك تطلعها. فبتشتغل عليها مرة واثنين، بس بعدين بتحفظ بتحفظ شخصيته للفنان اللي بيكون عم بتصوره، بالاخر خلص بضله مستمر معك لانه صار عنده ثقه فيك وعم بتطلعه بصوره حلوه، بضله مستمر معك للاخر. بتجرب هيك تفرض رايك شوي؟ اكيد يعني لانه انت عندك يمكن التاتش تبعك وهن عندهم كمان انه الكاركتر تبعهم. كيف بتعملوا هذا الميكس؟ فهذا الميكس بينعمل بيني وبين الستايلست بيكون بده يلبس الفنانه او الفنان. بنشتغل انا وياه على لوكيشن، بنشتغل انا وياه على تفاصيل اللبس. اوقات انا بعطي الفكره الموجوده انا براسي كيف عبالي كيف طلع الفنان. صار عم نشتغل على موضوع ليارا، عم طلعها شوي صغيره من حالها كليا. يعني يارا بتعرفها كثير كلاسيكيه. صح. يارا من اروع الناس اللي اشتغلت معها صراحه. فهلا عم نحضر لها شيء هيك شوي بدبي حلو ولوكات كثير جديده وشيء مش طالعه فيه من قبل. زوبيان، انت اذا اجاك مثلا عمل وما بيشبهك، يعني مش انت، بترفض تصوره؟ لا اكيد لا، هذا بالنهايه شغل يعني، بس انه اكيد شيء يعني ضمن المعقول. اذا كان شيء منه مزبوط او شيء مثلا يمكن بيسوق لاسمي انا انه شيء مش حلو انه يتصور، اكيد بعطي انا اراء. وممكن نحن نوصل لمطرح يعدل بيني وبين الكلاينتس اللي بده يتصور، بس اجمالا يعني ما في شيء بينرفض. يمكن يتصور بس ما روج له عندي وما ينعرف مين صور الاعلان. بالنهايه هذا شغل، بس انه انا بفضل اعطي ارائي بمواضيع كنت يكون انا مرتاح بالتصوير والكلاينتس كمان يكون مضبوط بكل شيء. هلا انت غير فوتوغرافر كمان يور دايركتور. انا دايركتور، تخرج أنا كمان. دارس انت دارس بالاساس ومونتاج وتصوير. وصورت عدد من الكليبات. صورت شي 5 فيديو كليبات لشذا حسون 2، وصورت لعلي صابر هو حاتم العراقي كمان فيديو كليب، والعدد منهم عديد من القصص اللي صورتها. هلا انت قبل شوي ذكرت انه عم تشتغل مع يارا على شيء جديد، فيه اخراج ولا لا؟ لا هو صور مش اخراج. بس ان شاء الله في شيء يعني عم يندرس بينه وبين يارا عن قريب. يعني موجود الفكره، موجود الخبريه، بس انه بعدنا ما نفذنا يعني. انت عاده بتعرض يعني تقول انه انا كمان في اعمل اخراج، ولا ما بتفوت بهذا ليك هي بالصدفه صارت. انا موضوع الاخراج لا، انا ولا مره عرضت يعني. شذا حسون بالصدفه هيك مثل كشفتني بموضوع، بتوثق فيي بشيء اسمه صور من الفوتو سيشن وهيك. قالت لي انا عندي غنيه، هلا هي ما كانت عارفتني انا دارس اخراج. قالت لي انا عندي غنيه عبالي انزلها، وهل هيدي فينا نحن نشتغل عليها انه نصورها بس هيك قصص بالتليفون صغيره تساعدني فينا انا اصورها؟ قلت لها لا، ما انا دارس اخراج ومونتاج وتصوير، فانه انا قادر ساعدك فيها. قالت لي والله خلص انا بعتمد عليك. والله رحنا مشوار على الصحراء، لبست هيك بدله جيشيه ورحنا على الصحراء، صورنا تفاصيل وهيك. هي ما عارفه انه حيطلع معها كليب. عرفت كيف؟ هي انه اكثر رياليتي عم بيكون بدها تنزله بس سوشيال ميديا، عندها بتنزله يوتيوب. خلصتوا الفيديو كليب، بيجوا يشوفوه روتانا، قالوا لها هذا كليب، انه كيف بدك تنزليه انت عندك على صفحتك وانت تابعه لنا؟ لا، انه بدنا ننزله عنا على روتانا. نزل بروتانا وكان الفيديو انه كليب رياليتي كان، بس انه على طريقه اكثر برو. طب بتفكر تفوت فيها؟ بتفكر تقول انه خلص بدي فوت اخراج؟ مش غلط يعني. انا الفوتوغرافر، هلا هي بتاخذ لك شوي صغيره من وقتها بمواضيع معينه، بس اكيد انا القصص اللي بتناسبني لإلي وبتناسب اسمي اكيد بشتغلها. وعم بشتغل لكذا حدا من العراقيين مواضيع كليبات اخراجيه بس انه مصغره، ما فتت فيها بعد على كبير على صعيد العراق. ايها بتحبها اكثر؟ يعني بتحس حالك فيها اكثر، التصوير ولا الاخراج؟ لك هيدي شيء وهيدي شيء. يمكن الاخراج بكون شيء جديد لك، انت عم بتحس حالك بابداع، وانت عم بتدير الناس اللي كلها حواليك. يعني عرفت كيف؟ من الدانسر لللايتنج للتصوير. انا بدي انا ضوي على شغله، انه انا الكليب تبع شذا حسون وان كان علي صابر، انا كان كل شيء عم بعمل. يعني انا كنت اللايت، انا كان التصوير، انا كنت الاخراج، يعني كاميرا باسبارتو يعني. يعني كل شيء كان. يعني منيح اللي طلع معي بهيدي النتيجه، والحمد لله كانت نتيجه ناجحه حلوه الحمد لله. في شيء اشياء ثانيه هيك مخبيه نحن ما بنعرفها غير التصوير والاخراج؟ انا بعرف شغله عنك بعد.
قالوا لي صوتك حلو. الله الله عليك. هيك بغني كل فترة وفترة، هيك بنزل شيء هيك ستوري على الانستغرام هيك مهضوم، بس انه انا غني لا، بعيد كثير عن موضوع ما بتفكر تغني؟ ولا كنت انا وصغير كنت فكر بموضوع انه الغنى والتفاصيل، بس يمكن لما فتت اكثر بجامعة او تفاصيل مشاهير وهيك حسيت انه قديش هن بيتعبوا لهذا الموضوع. يمكن غنيه بتضرب، يمكن غنيه ما بتضرب، يمكن اسمك، يمكن هاي الغنيه توصلك، يمكن هاي الغنيه تنزلك، فبتحسها طلوع ونزول هي كزعيد الفان. لا حبيت انا شغلي ونجحت بشغلي وكتر خير الله. سوبيان، اذا بدنا ننتقل على بارت ثاني، بشوفك هيك بتحط يعني بتلبس اشياء كثير حلوين، ولفتت لي نظري هيدا اللي بايدك هون، حسيت فيها شغلتين. هون جامع الليره اللبنانيه مع الدرهم الاماراتي، لانه هول البلدين عم عيش فيهم وعم باكل فيهم وعم بشرب فيهم وبس. حلو هيك مثل شو بيقولوا، واحد مثل عم جرب الاقي لك الكلمه، انه وقت واحد بيعترف مثل بيكون انا عندي حب للوطن، الوطن اللي هو بيعطيني. يعني انا هلا الامارات بعتبرها وطني، لانه عم باكل وعم بشرب وعم بشتغل وعم بتعب، ومثل ما قلت لك اعطوني الاقامه الذهبيه، وهذا الشيء يعني انا بقدر هذا المواضيع. بما انه هيك عم نحكي عن الامارات وعن لبنان وعن التعلق، بتحس في شيء هيك زياده مثلا معقول بعلقك بلبنان، انه غير عن اهلك؟ معقول يكون في شيء ثاني؟ في شيء بدي اعلنه عندك زياد، هلا مش حاكي فيه ولا منزله بعد عندي، بس يمكن اجت وقتها الواحد يحكي عن هالموضوع. من شهر وشوي بيوم عيد ميلادي، بفتح ب16 الشهر انا عيدي بايلول، بفتح الواتساب عندي، بلاقي واتساب من السيده راغده محمود، أرز الشوف قدموا لك كأول مصور لبناني، مصور المشاهير، انزرع لك أرزة بالشوف، بأرز الشوف، ودمعت عيني. بدي أقول لك إيه دمعت عيني، إنه هذا الشيء، إنه أنا انزرع لي أرزة مع كبار المشاهير الفنانين موجودين، مع وديع الصافي، مع فيروز، مع صباح، مع الناس اللي كتير كبيرة. هذا الشيء كتير بسطني وفرحني من جوا. كيف ما بدك تحب لبنان؟ اوف حلو كثير. اول شيء ينعاد عليك، وعليك لو مأخرة بس ينعاد عليك، وثاني شيء مبروك. اكيد هذا شيء كثير حلو. حلو يعني هيدي هيك مثل ذكرى. هلا نازل دغري على نزلتي على لبنان، طالع دغري على أرز الشوف، زورة وتسقيها. دخيلك سقيها واهتم فيها، هذا اهم شيء. زوبيان، بما انه هيك عم نحكي هلا انت بدك تنزل على لبنان، قد ايه بتحب السفر؟ السفر بحبه كثير، بس بمواضيع ما كثير اتنقل من بلد لبلد. يعني انا يمكن سفره واحده بالسنه بتكفيني، اكيد بكون بحاجتها من بعد شغل تعب. سفره واحده؟ سفره واحده انا هي بعملها بالنهار. والله سفره واحده بتعني بالجامعه بعمل سفره. بعرفك قديش بتحب السفر من مطرح لمطرح وهيك، بس انه انا شوي بعيد عنك بمواضيع السفر. بحب السفر، بس بحب يمكن زور بلد هو بيكون مثل فاكيشن لإلي بالسنه مره، مش اكثر. سفرتك بيكونوا اكثر شغل ولا ما بتروح سياحه؟ بالسنه مره بس بروح على تركيا، بحب كثير تركيا. يعني عندك سفره بالسنه سياحه، سفره بالسنه سياحه، وسفرات باقيين شغل. سفرات كلها بكون شغل، يعني بين المغرب، بين السعوديه، بين الكويت، دبي، لبنان، هيك بتكون. خبرني هيك مثلا شو عندك بلدان على الليسته حابب تزورهم حاططهم، او وحده هيك؟ هلا عندي وحده، ما كثير بلدان. ما قلت لك ما كثير انا صاحبي مع السفر. عندي عبالي زور هولندا. ايه هولندا عبالي زورها، قد ما بشوف بقلبها قصص حلوه، وكفوتوغرافر يعني انه عندي نظريه بقصص حلوه كبلد كتصوير، فاكيد عبالي زورها. واكيد اكيد اكيد يعني عن قريب ان شاء الله، اذا مش تركيا هالسنه بدي زور هولندا. تستوحي وقتها تسافر؟ يعني بتشوف اشياء وبتقول انه هي حلوه بدي اصور؟ اكيد هلا بستوحى هيك مواضيع، يمكن باخذهم ستوري انستغرام او شيء هيك، بس بقول يا ريت مثلا نقدر نوصل امتى ما بدنا على هيدا اللوكيشن لصور واعمل تبدع. يعني في مطارح عندها تقدر تبدع فيها، مش موجوده يمكن ببلدنا، عرفت كيف؟ مش موجوده بالبلدان العربيه اللي انا عم زورها. اوروبا شيء كثير حلو، يوروب. انت مصور غير بلبنان ودبي؟ يعني مصور ببلدان ثانيه اجنبيه؟ كفوتوشوت. بلا مصور بباريس فرنسا، صورت سيرين عبد النور بفرنسا، وكمان كان عندي كذا كلاينتس بفرنسا، بس انه من المشاهير صورت سيرين عبد النور. اجاك عرض مثلا هلا من بلد ثاني تروح تعيش فيه، اي بلد بتنقي؟
حيلا بلد اجنبي او عربي او حيلا بلد. دبي بس. دبي. اذا الفرصه ما اذا حد بين الخيارات محطوطه الامارات بقعد بدبي. واو. دبي لبنان دبي. منك اول حدا بيقول هيك. اي والله. يعني كذا حدا قابلتهم بسالهم هيدا السؤال بيقولوا لي ذات الشيء انه دبي. حلو. مش دبي يعني اكيد بلد بس من البلدان العربيه. ما بقدر اعيش برا بيوروب او شيء هيك. بتحب البلدان العربيه؟ بحب العرب وبحب البلدان العربيه. حلو. شو اكلتك المفضله؟ مش لبناني لانه بدي ضلني هيك بالسفر، فعم جرب شوف انه شو معقول من اي كويزين بتحبها اكثر شيء. هلا بتعرف شيء انه انا من النوع اللي ما باكل اكل برا. يعني بروح مثلا مطارح ما بعرف القصص اللي يمكن اللي نازله جديد، لانه انا ما باكل اكل من برا. يعني من انا وصغير وهيك اتعودت اكل البيت أكل بس البيت. فصرت بس كون معزوم او شيء اكل من برا احس حالي تخربطت. فعندي تاكل بالبيت وبتظهر. بكون معزوم على العشاء باكل بالبيت، واذا بدي اروح اكل مع حدا معزوم على العشاء باكل بالصالات. بسيرهم. فهذه بتكون بسيرهم مسيره. بس من الاكلات اللي انا بحبها ما تضحك علي، بحب ما بعرف اذا شو بيقولوا الفوارغ. اوكي. الفوارغ بحب الورق عنب والكوسه محشي. هذا الاكل بحب المحاشي كثير. بس رجعنا على لبنان. هيدي على لبنان. انا بدي بلد مش لبناني، يعني يمكن شي مطبخ مش لبناني، نقي لي حيلا مطبخ مش لبناني. يعني البيتزا. بيتزا هذه كمان غرام يعني. عالطلياني. عالطلياني. مش غلط، منيحة. ما بعرف ليه حسيتها رح تقول لي مثلا شيء إماراتي أو مغربي أو شيء هيك. لا ما كثير مع الدسامة. هلا قلت لك أنا على هذا الفوارغ، بس هي يمكن باكلها بالسنة مرة. لأنها شوي ثقيلة على المعدة، بس إنه من القصص اللي أنا بحبها. زوبيان، آخر سؤال قبل ما نسحب الورقة ونختم حلقتنا. مين أكتر موديل، بما أنه أنت بتشتغل مع المشاهير وهيك، فما بدي مشهورة حتى ما نعمل مشاكل، مين أكتر موديل أنت بتحبه؟ كان شاب أو بنت؟ مين أكتر موديل بحب وعبالي صورها ونفسي صورها؟ كيم كارديشيان. كيم كثير يعني يمكن ستايلها اللي هي بتتصوره عبالي أنا صور، وهي بالذات تكون موجودة، فكتير بحب. كتير بحب. يلا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. بك عم تحضرنا. يلا ممكن كل شيء معقول. ان شاء الله. زوبيان بدنا نسحب ورقه يلا لنشوف اي بلد رح يطلع لك، وان شاء الله تكون ان شاء الله يكون بلد انا بحبه. يلا ما تزعبر. هات لنشوف نقرا قبل. يلا. بودابست. اوه حلو. شي مرة رايحة بودابست؟ لا ولا مرة. كتير حلوة. أنا زرتها، كتير حلوة، لازم تروح عليها. في بقلب قصص هيك مميزة وحلوة أكيد. كتير صراحة. أنا من البلدان يلي هيك يعني كنت عارف إنه حلوة، بس ما كنت عارف هالقد حلوة. أكيد يعني تنصحني يعني الفاكيشن؟ أكيد بنصحك. بدي تيجي خلاص؟ هلا احضر حلقتك يلا وكفيها للاخر، لانه حتشوف كثير حلو. يعني حتحضر حلقه بودابست. يلا بالانتظار. يس. زوبيان، ثانك يو سو ماتش على اليوم عن جد. اول شيء كثير انبسطت انه تعرفت عليك. انا ما كنت بعرفك من قبل، يعني كنت تابع لك شغلك بس ما كنت بعرفك، هلا صرت اعرفك. يا اهلا وسهلا. نورتنا بدبي انت كمان، وان شاء الله هيك بنضلنا على طول على تواصل. اكيد. ثانك يو. مشاهدينا، نحن لكينا لليوم بتكون خلصت بارت الانترفيو، بس اكيد كفوا الحلقه لتعرفوا عن بودابست. سيتي كتير حلوه، لازم تتابعونا.